مركز دفاع. هنتكلم النهاردة عن أهم وأفضل مدافعين في الفانتازي. أهم حاجة ما تنساش تقول لنا في الكومنتات هتجيب مين فيهم وشاركنا بخطة دفاعك. وتابعنا عشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول بأول. بسم الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ بأكتر مدافع ملكية السنة دي بنسبة 33%، وهو مدافع مان يونايتد السابق وان بيساكا. واللي خلاه الاختيار الأول طبعا سعره الرخيص جدا مقارنة بإمكانيات اللاعب، 4.5 مليون. وتاني سبب خلانا نختار بيساكا هو التغيير اللي حصل في نظام البونص اللي خلى فيه أفضلية للمدافع اللي بيقطع كور كتير إنه يتحط في نظام البونص، ودي حاجة متميز فيها بيساكا جدا. ده غير إنه هيلاعب أول جولة ساندرلاند اللي صاعد حديثا. الخيار التاني وهو فان ديفن، وهو الخيار الأمثل من توتنهام ورخيص نفس سعر بيساكا اللي هو 4.5 مليون، غير إنه بيقطع كور كتير، وده زي ما قلنا بيديله فرصة في نظام البونص، ودايما بيساهم في الأهداف سواء بأسيست أو هدف. ومميز عن بيساكا في نقطة واحدة فقط اللي هي نسبة الملكية. ملكية فان ديفين 14% فقط، ودي حاجة تخليه لو تألق هيفيدك أكتر من بيساكا. ولو هتسألني هقولك الأفضل إن الاتنين يكونوا معاك في التشكيلة. وبرضه أول ماتش ليه هيلاعب فريق صاعد حديثا بيرنلي على ملعب السبيرز. الخيار الثالث هو مارك كوكوريلا، وده أفضل خيار هجومي موجود معانا، وكان من أفضل لعيبة الفانتازي الموسم اللي فات، وطلع ب15 نقطة أكتر من مرة. ده غير إنه ماسك فورمة وجاي من بطل العالم، فحرفياً ممكن نشوف نسخة ظهير بتنافس على الأفضل في البريمير ليج. كوكوريلا سعره 6 مليون وملكيته 19.7%، وجدوله كويس، هيلاعب كريستال على ملعبه وبعدين ويست هام بره وبعدها فولهام على ملعبه. الخيار الرابع هو تعاقد ليفربول الجديد كيركيز. كيركيز كان مقدم موسم عالمي مع فريق متوسط جدول زي بورنموث، وكان أفضل ظهير أيسر في الدوري. تخيل بقى لما يكون مع فريق جامد. كيركيز واحد من أفضل الأظهرة الدفاعية في العالم، وده هيديله أفضلية على أي حد في نظام البونص اللي وضحناه أكتر من مرة. كيركيز ب6 مليون والملكية 10.5%. الخيار الخامس، وطبعا ما ينفعش نعمل فيديو عن المدافعين بدون ملك الخط الدفاع البرازيلي جابرييل دو سانتوس ماجالاش. وأرقامه الموسم اللي فات تتكلم عن نفسها. جابرييل فرحنا كتير بأهدافه، ويظل دائما من أفضل الحلول لو عاوز مدافع سوبر في تشكيلتك. بيقطع كور وبيظهر في الهجوم دايما، ورأسياته مدفع حرفيا. ومشكلة أرسنال الجدول السيء. أول 3 ماتشات اليونايتد في أولد ترافورد، ليدز في الإمارات، ليفربول على الأنفيلد.